هو مين العبيط اللي فهمك كده؟ انا بنت عندي 26 سنة، بحب واحد جدا وهو كمان بيحبني. احنا مع بعض بقالنا 7 سنين. يعني عندها 26 سنة وهم مع بعض بقالهم 7 سنين، يعني معنى كده ان انتي بتعرفيه وانتي عندك 19 سنة. قلت له تعالى اخطبني، قال لي اول ما ظروفي تتحسن هاجي اخطبك. وانا كنت حكيت لماما عنه قبل كده. ووافقت. ووافقت. تمام. دخلت الثانوية العامة، وقعدت اقنعه اني اكمل جامعة لحد ما وافق. تمام. اوكي، ما ده دراستي، يعني مش فاهمة انت دراستك عادي، يعني انت بتقنعيه ليه؟ ماشي. المفروض تكملي دراستك، ده عادي لغاية اما هو يبقى جاهز للجواز، وانا هو جاهز يعني، واحنا قلنا لا لا خليها تدرس الاول، مع ان ده حد عادي، حتى المفروض تخلصي دراستك الاول وتبقي مؤهلة ان انت تتجوزي، وبعد كده لان ده في التزامات يا ستي، في التزامات كتيرة جدا، وانت فاكرة الجواز سهل كده؟ المهم. طيب. قعدت اقنعه، خلينا ماشيين وراها، قعدت اقنعه ان انا اكمل دراسة الجامعة وهو وافق، خلاص اوكي. طيب. وبعدين ولقيت كملت جامعة. تمام لحد ما وافق، وبعد كده اتخرجت ولقيت شغل. حلف يا انا يا الشغل. اوكي. هو عايز يعني ما تشتغليش، يا انا يا الشغل. طيب. حاولت اقنعه ولما وافق قال لي طيب تديني كل شهر 500 جنيه علشان اوافق على اوافق تشتغلي. اوكي. مش ادفعي عشان اوافق تشتغلي. يعني احنا بنلم فردة من الناس ولا ايه؟ مش فاهمة. طيب. حصل ايه دلوقتي؟ طيب. عشان اوافق تشتغل. طيب. دلوقتي بقاله سنة بياخد مني 500 جنيه كل شهر. سنة فضلتوا مكملين كمان سنة مع بعض. طيب. ودلوقتي كل لما اقابله الاقيه متضايق، مع اني عمري ما بسيبه يدفع حاجة في الخروجة. مم. علشان يوفر فلوسه ويجي يخطبني. طيب. انتوا لما بتخرجوا انتي اللي بتدفعي كل حاجة في الخروجة علشان هو يلم فلوس، الفلوس بتاعته، يلم فلوسه ويجي يخطبك. تمام. ومين العبيط اللي فهمك كده ان انتي تسيبيه ما يدفعش هو وانتي اللي تدفعي عشان تسيبيه؟ هو يلم فلوسه علشان يجي يخطبك، مين اللي قالك الكلام ده؟ ماشي. طيب. امبارح بقى لقيته بيقول لي انا صابر عليكي ومخليكي تروحي وتيجي وتشتغلي زي ما انتي عايزة. زودي الفلوس بقى، خليها 1000 جنيه، يا اما مفيش شغل وكل واحد يروح لحاله. ارجوك لو سمحت وديني الى هذا المكان. يا ريت. يا ريت كل واحد يروح لحاله عشان ده بيستغلك يا فندم. طيب. لما قلت له 1000 جنيه ده كتير، قال لي لا، اللي بتحب بجد بتدي اكتر. والله الراجل عنده يعني بصي في منطق. انا شوف بصي المنطق، يعني المنطق عدى من قدامي وانا ايه لقطته على طول. ايه المنطق الفظيع ده؟ لما قلت له 1000 جنيه ده كتير قال لي لا، اللي بتحب بجد بتدي اكتر. ماشي. وانا خايفة يسيبني ومش عارفة اعمل ايه رأيكم؟ اديله كام كل شهر؟ لا بصي، انت اديله في اسنانه كل شهر. انا مش قادرة اتحمل والله. الواحد عنده مرة واحدة يا جماعة، حرام عليكم. ده باين جدا انه بيستغلك. انت بتعملي كده ازاي؟ يعني اختيارك من وانت صغيرة، من وانت عندك 19 سنة انت مش عارفة تختاري. ممكن يطلع انسان كويس وممكن يطلع انسان مش كويس. ليه ما بنكلمش اهلنا وبنقول لهم اللي بيحصل معانا؟ لما كلمتي مامتك وحكيتي في البيت وقلتي ان انا في حد هيجي يتقدم لي، ماما وافقت. ماما وافقت على اساس ايه؟ مش انتي بتقولي لها الحاجات اللي بتحصل معاكي وانتوا بتخرجوا او انتوا بتتقابلوا او انتوا بتتكلموا؟ ما احنا بنعرف منها اذا كان انسان كويس او لا.
احنا ليه يعني بنعمل الخطوبة وبنعمل التعارف وبنقعد نتكلم وبنسيب ولادنا بيتعرفوا على الناس وبيتكلموا معاهم وبيتقابلوا معاهم والكلام ده كله، عشان تعرفوا، عشان تعرف يعني صفاته اذا كان مناسب ليها او لا. وبعدين ده منطق فظيع انا مش فاهماه، اللي بتحب اكتر بتدي اكتر يعني ايه؟ طلعي بقى كل اللي في جيوبك اديهم له علشان خاطر انت تبيني له ان انت بتحبي. طب هو بقى بيبين لك ازاي ان هو بيحبك؟ بيجيب لك ايه ولا بيعمل لك ايه؟ ولا هو سايبك انت بس تحاسبي لما تخرجوا في الخروجات عشان هو يلم الفلوس ويجي يخطبك؟ ولا لم فلوس وجه خطبك؟ لا بالعكس، ده عايز بقى بدل ما ياخد 500 جنيه كل شهر عايز 1000 جنيه كل شهر، ويلا الفردة هتزيد كل شوية، ولما نتجوز انت بصرف انت على البيت وشيل انت المسؤولية، ومادام انت بتحبي تشتغلي وبتحبي تصرفي يلا اصرفي انت. ده باين الاستغلال خالص يعني. يعني اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا لك ده بيستغلك، ما حد يعني ما اعتقدش ان في حد عنده رأي تاني. انا ما عنديش كده كلام تاني اقوله. اشوفكم بقى في حلقة جديدة، باي باي.